انت بتلعب غلط يا كوتش. خفف والعب صح. تلعب تفتيح على ايه؟ ما انت تجمع الاول. جمع الاول. طيب خلينا نتكلم، انت بتلعب صح ولا بتلعب غلط؟ الصح عندي ممكن يكون غلط عند غيري، تمام، والصح عند غيري ممكن يكون غلط عندي. وبقول لك احنا ما قلنالهمش يعملوا لايك وسبسكرايب لحد دلوقتي. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده الفيديو ده هيكون شامل كل حاجه. بمعنى ايه؟ هنتكلم في حاجات كتير قوي. والنهارده معايا ضيف يعني اتاني في التمرينه بتاعت الفيديو اللي فات. معانا كابتن احمد عصام. عامل ايه يا كوتش؟ زي الفل الحمد لله. انت ايه الاخبار؟ انا الحمد لله كله زي الفل. اخبار التشيست بتاعك؟ انا زي الفل والله. عدى عليه بقى فتره والحمد لله بقى كويس. مش هتمرن معاك تاني. المهم عرفنا بقى بنفسك كده، امسك كده وقول للناس. خلينا من انهي زاويه بس؟ قول مثلا من حته الفتنس مثلا. الفتنس في العموم. ماشي. في العموم. فكره الفتنس، انا بيرسونال ترينر شغال بقالي 9 سنين تقريبا في مجال الفتنس. مجال الاثليت ده حاجه تانية خالص. انا لاعب منتخب مصر المصارعه روماني، بطل جمهوريه وبطل افريقيا وبطل عرب. بلعب في منتخب مصر من 2014 لحد او تقريبا لحد دلوقتي يعني. ده من ناحيه الاثليت، فانا بحب شويه اكون كلامي ناحيه الجيم ان انا اكون اثليت. يعني ايه اثليت؟ هنتكلم برضو في الحلقه دي النهارده. يعني ايه اثليت وانت بتخش الجيم؟ ممكن تستغل الجيم ده في ايه؟ خلينا كده واحده واحده هنبتدي نخش في تفاصيل كتير انت هتفهم منها حاجات كتير. وانت داخل الجيم انت عايز ايه بالظبط على حسب الجول بتاعك. انت هتبقى عارف انت هتعمل الخطوات اللي المفروض تعملها في الجيم ايه. كمل يا دبابتنا حبيبي. احتمال يكون الفيديو طويل شويه، فهات لك كده كوبايه قهوه وتعالى بقى يا معلم ايه نتكلم سوا. قول لي بقى دلوقتي انا سمعت مقوله كده، بما ان احنا يعني في الشتاء وبتاع، سمعت حته في ناس بتقول لك ان انت لازم تبقى متقل او لابس تقيل وانت في التمرين. يعني انت لازم تبقى لابس مثلا حاجه بكم. الهدف ايه من الكلام؟ يعني ان انت تبقى لابس تقيل، كان هو يعني قصده اني عشان البس تقيل ليه؟ علشان خاطر تتجنب حته الاصابات. يعني مثلا بيقول لك ان انت لو مثلا رحت اتمرنت بنص كم حضرتك ممكن تسخن وكل حاجه تمام، بس الفكره بقى ان يعني ممكن يحصل لك اصابه في اوتارك، الليجامنتس، تندونز، الحاجات دي ما فاهم. فانت بس في البدايه مين اللي قال الكلام ده؟ يعني خلينا نعتبر ان في ناس كتير بتقول الكلام ده، فخلينا ايه طيب. ما نحددش مثلا. هو مش حد بعينه، هو في ناس كتيره بتقول الكلام ده، ان هو في كلام اتقال بس ما تبقاش اشخاص معروفه او اشخاص يعني مش عايزين نذكر اسماء حد. طيب بقى خلينا نتكلم في النقطه دي. في البداية اللي بيقول الكلام دوت هو ماشي بمبدأ ان انا اخش الجيم، اشتغل، اسخن بالدمبل، اسخن بالرابر باند واخش اتمرن. وده اصلا كتمرين غلط. هي الوحدة التدريبية لازم بتنقسم 3 اقسام. يعني القسم التمهيدي او اللي هو الاحماء او التسخين، الورم اب دوت الهدف منه اصلا كل اللي احنا بنتكلم فيه. في الورم اب بتاعك بيختلف مدته ما بين الصيف والشتاء. المطلوب ايه مني؟ هيبقى في الصيف ممكن تسخن على التريدميل 15 دقايق، هتلاقي جسمك سخن، كله سخن باختلاف درجة الحرارة. طب في الشتاء ممكن من 10 دقايق لربع ساعة. حلو. انا ببتدي بسخن، فدوت الفرق ما بين ده وده درجة الحرارة المحيطة بيك. ده الحاجة اللي احنا بنعملها. فاحنا الهدف من او الفرق ما بين الصيف والشتاء هو انا ببتدي الوحدة التدريبية بتاعتي صح، ان انا بسخن بشكل كويس، ان انا اوصل ان انا داخل التمرين يكون جسمي سخن ودرجة حرارة جسمي مهيئة ان انا ابتدي تمرين. لكن انا البس تقيل عشان اتدفى وانا بتمرن ده غلط، لان انا المفروض اكون داخل التمرين اصلا كل جسمي سخن، العضلات بيبقى فيها مطاطيه، ان انا كده مش هتصاب، ان انا جاهز. تقصد ان هو في الطبيعي اللي هو انا عادي ممكن اخش اتمرن، بس اهم حاجه ان انا اكون مسخن كويس قبل التمرين. مثلا لو انا عندي تمرين كتف ممكن يعني ده في اعتقادنا لو انت مثلا داخل تمرن كتف، لان الكتف عضله حساس قوي وفي طبعا حواليها اوتار كتيره، فانت ممكن تعمل حاجه بسيطه ان انت تشغل او تعمل وورم اب اصلا للعضلات اللي هي او الاربطه بتاعه الكتف اللي هي الروتر كف. تبدا تسخن اصلا الروتر كف. يعني انت في اي تمرين من في بوش مثلا في الحته اللي فوق دي سواء شيست او كتف، تبدا تسخن عضلات الروتر كف، تعمل لها بقى تسخينات اللي هي زي الاكسترنال روتيشن والانترنال روتيشن، حاجات اللي هي ايه بالرابر باند بحاجات خفيفه كده لمده 15 دقائق. برضو مع حته ان انت ايه زي ما كابتن احمد عصام قال، انت تبقى اوريدي عامل اصلا وورم اب على التريد ميل، فكده تبدا بقى ايه تتارجت الحته او تسخن، مثلا تعمل وورم اب للحته اللي انت هتتمرنها دي بالذات. بشكل اوضح برضو عايزين نقولها، هو الاحماء ده منقسم كذا قسم. يعني ايه منقسم كذا قسم؟ الاحماء في حاجه اسمها احماء عام. هو الاحماء العام دوت اللي انت بتجري على التريد ميل، رفع درجه حراره الجسم، تهيئه الجسم او رفع درجه حرارته، ده اسمه الاحماء العام. مزبوط. الاحماء الخاص هو على حسب الوحده التدريبيه بتاعتك
ببتدي تسخن زي ما الكابتن محمد قال بلعب كتف، فانا بعد مرحله الاحماء العام بخش في مرحله الاحماء الخاص. دي حاجه مهمه جدا ان انت بتهيئ العضلات والمفاصل زي ما قال كابتن محمد، ان انت تدي التمرين ده سي مثلا لو شولدر بيبقى ليه تسخين. هيبقى فيه برضو الكابتن محمد هينزل حاجات ازاي تسخن بشكل كويس لكل عضله، افضل طريقه تسخين. لا هو كابتن احمد عصام هو اللي هينزل الكلام ده يعني هو فاهم، كابتن احمد عصام هو اللي هينزل الكلام ده. انا يعني ايه، ما انا هجيبك معايا. انا اكتر حته في يعني هتلاقيني معظم الفيديوز اللي عندي هتلاقيها مثلا نوتريشن وسبلمنت وكده، فاهم. لكن هو لسه يا جماعه بنتكلم بس في التسخين ازاي تسخن وازاي الكلام دوت، بعد كده قال لك لا ماليش دعوه، فاهم. انا بتكلم في العادي، انا اكيد عندي انا راجل كوتش، فاوريدي انا عندي الحته بتاعت اللي هو انا فاهم انا بعمل ايه في التمرين اكيد يعني. بس انا ما بحبش اتكلم في الحته بتاعت التمرين، انا بحب اكتر بفضل مثلا حته النيوتريشن اكتر. الصراحه انت متميز جدا فيها يعني يا باشا يا نهار ابيض، من بعد ما عندكم والله، من بعد ما عندكم والله. لا فعلا النيوتريشن انت احسن ما شاء الله. طيب عايزين بقى نخش في حته تانية. دي حته مثلا شفتها كده اللي هي بتاعت التسخين في الشتاء والحته دي. اتكلم بقى في حته استفاضه، انا سالتك برضو السؤال ده في الفيديو اللي فات، اللي هو الحته بتاعت الراحه، الريست ما بين السيتس والريست ما بين الاكسرسايز كله. يعني انا مثلا التمرينه كلها، الراحه ما بين التمرينه الكامله، تمام، اللي هو انا خلاص خدت 4 مجاميع في التمرينه مثلا دي، عشان اخش التمرينه اللي بعدها محتاج قد ايه، وعلشان خاطر اريح ما بين المجموعه والمجموعه انا محتاج قد ايه. طيب في الاول انا ببقى انا محدد انا بشتغل في التمرين، انا شغال انديورنس ولا شغال سترينث ولا شغال يبقى. خلينا نتكلم في ايه، في كل. انا مثلا دلوقتي راجل محتاجه اشغل مثلا قوه التحمل بتاعتي، فانا هشتغل على الانديورنس اللي هو 15 عده فيما فوق، تمام. هاخد راحه ما بين قد ايه، يعني الراحه بتاعتي هتكون قد طيب الراحه بتاعتي في القوه او الانديورنس تحمل القوه دي بتبقى الراحه بتاعتي من 30 ثانيه ماكسيموم 45 ثانيه، ما بكترش عن كده. ليه؟ الهدف من الانديورنس هو الريبس الكتير وراحه قليله. حلو قوي. طبعا والريزيستنس بتاعتك برضو بتكون قليله مش كتير عشان ده انديورنس. عندي برضو حته تانية. ايه رايك لو فيها مثلا حد اوريدي خد 12 عده اللي هو شغال اكنه هايبرتروفي، شغال هايبرتروفي، وخد 12 عده وزن مثلا ممكن نقول هيفي شويه، وبياخد 30 ثانيه راحه، ايه اللي ممكن يحصل له؟ لان انا بشوف ناس كتير بتعمل الموضوع ده، يقول لك انا بلعب 12 عده اريح 30 ثانيه بس. طب ايه الفكره؟ انت عضلاتك ما لحقتش تعمل ريكفري، فهل ده ممكن يعرضه لايه بقى؟ هو كده اللي هيعمل دوت ويستمر على التمرين وقدر يكمل التمرين، يعرف الوزن اللي كان شايله ده ما كانش الهيفي ويت بتاعه اصلا ان هم مفيش حاجه منطقيه تقول كده. هو بيقول لك انا شايل وزن، بس انت لو انت وقت الراحه بتاعك قل انت كده شغال انديورنس، انت غصب عنك الكثافه زادت. الراحه هي مسؤوله عن كثافه التمرين، او الكثافه اللي هي بتبقى المجاميع قريبه من بعضها ازاي. فهو انت الراحه بتاعتك قلت فالكثافه زادت، مظبوط. فمستحيل يكون الكثافه زادت وانا شغال مثلا من 90%. انت في حاجات جسمك لازم المفروض يريح عشان يشغل اي تي بي ويبتدي يجمع طاقه عشان يديك الطاقه انك تقدر تشتغل او تأدي المجموعه. فانت قدرت تعمل دوت مجاميع ورا بعضها في 30 ثانيه، اعرف ان انت شغال مش بالهيفي ويت بتاعك، انت لسه ده انت شغال كده انديورنس، يعني ماكسيمم شغال 70%. انت اكيد عندك في الجيم بتشوفه مثلا ممكن تلاقيه بيعتل جامد قوي، شايل وزن تقيل، فاهم، وموت نفسه، ويقول لك انا قدامي بس هي 30 ثانيه، انا رايح 30 ثانيه بس عشان خاطر لازم انا عندي، فاهم. طب انت بتعمل ايه؟ تارجتك ايه؟ انا هو حاجه في دماغي انا بعملها. طب انت بتعمل ايه؟ انا بشيل لا ما هو بشيل وزن تقيل. انا بشيل وزن تقيل لازم اريح عشان يبتدي جسمي يجمع طاقه تاني ان يقدر يخليني اقدر اشيل نفس الوزن وادي نفس الاداء. صعب قوي تلاقي حد شايل وزن تقيل وبيريح 30 ثانيه يفضل مستمر عليه ال4 مجاميع. استحاله، ده مستحيل. يعني لو انت راجل بتاخد يعني سترويد هتبقى برضه محتاج ان انت تاخد راحه يعني فهو الموضوع مش هيبقى كده. هو الفكره ان انت لازم تكون محدد الوزن بتاعك اللي انت هتشتغل، اللي انت هتشيله ده بنسبه مئويه بالنسبه لك ايه. لازم اكون محدد النهارده اكون انا شغال سترينث ولا انا شغال انديورنس. لازم كل دوت بشتغل بيه انا فاهمه انا رايح التمرينه ليه. طيب ندي واحده سريعه كده كالمعلومه سريعه ان الانديورنس الراحه بتاعتي 30 ثانيه 45 ثانيه. حلو. شغال سترينث بشيل وزن تقيل من دقيقة بتوصل ل3 دقايق على حسب الوزن بتاعك. راجل بقى مثلا باور ليفتنج او ان انت يعني انت باور ليفتر بقى بتشيل وزن اللي هو المفروض وزن كبير او وزن تقيل، فانت بتبقى محتاج يعني راحة من اقل مثلا يعني ممكن نقول دقيقتين لحد 5 دقايق زي ما كابتن احمد عصام قال. انت راجل بتعمل ماكسيمم هي يعني عدة واحدة بوزن تقريبا اوفر الماكسيمم بتاعك، فاهم.
فبتحتاج راحه اكتر. نيجي مثلا لحته الهايبرتروفي مثلا اللي هو حد اوريدي عايز يجين ماسلز او بيعمل عضلاته، ده اللي هو الاسلوب الشائع. ده بتبقى حته اللي هي عملت ال 12 عده بتوعك، بتريح ما بين 45 ثانيه لحد مثلا دقيقه، ممكن دقيقه وربع كمان. تمام، ده في الراجل اللي هو الهايبرتروفي مفيش اي مشكله. نيجي بقى حته الراحه ما بين التمرينه والتمرين. يعني مثلا انا لسه مخلص دمبل مثلا فلايز، وهخش مثلا هلعب بالبار. تمام، فما ينفعش انت تخش على طول لو انا خلصت مجموعه اروح لاحم المجموعه اللي وراها من تمرين اصلا مختلف. لا، انت المفروض بتاخد من دقيقه لدقيقتين راحه ما بين التمرينه والتمرينه دي. طب نيجي بقى ايه، خلاص خلصنا حته الراحه والبتاع ده، ايه رايك بقى في الناس اللي هي يعني نقول بقى ايه، احنا دلوقتي قلنا الصح وفهمناك الدنيا ماشيه فين. تعالى بقى نيجي للناس اللي هي بتبقى عايزه ايه، يقول لك انا بعد وزن او بعد كتير عشان احرق. اللي هو ايه، اللي فاكر اللي هو عدات كتيره بتحرق ووزن تقيل بعدات قليله بتعمل عضلات. ايه رايك في الكلام ده؟ هو الكلام ده فعلا حقيقي؟ انا كنت بدفنش وانا بقى بعمل بشيل وزن عالي عادي، مفيش مشكله. هو الفكره مش في كده خالص، الفكره في النيوتريشن بتاعك. هو الموضوع ملوش دعوه، هو الفكره انت يعني انا بشيل وزن تقيل، انا بفيد حاجه اسمها بفيد القوه، ان انا هدفي من التمرين القوه. احنا قلنا اول حاجه بتحدد هدفك. طيب هو زياده او ان انا بزيد او بنقص، تمام، ده ليه علاقه بالاكل. معدل السعرات الحراريه اللي داخله خلال يومك هي اللي بتحدد لي انت هتزيد او انت هتخس. بتمرن جامد باكل اكتر هزيد، بتمرن قليل باكل. تعالى لي انا ايه اقول لك فيها. بص يا باشا، الكالوريز مش بير داي، يعني الكالوريز بالاسبوع. تمام، اللي هو مثلا لو انا في اليوم بحتاج 2000 كالوري، يعني على مدار 7 ايام محتاج قد ايه؟ 14,000 كالوري في الاسبوع. جسمك بيتعامل بالاسبوع، بمعنى ايه؟ اللي هو مثلا بعد 7 ايام انا لو دخلت له ال 14 دول فانا هعمل 200. جميل. طيب لو انا دخلت له 10 هخس، لو دخلت له اوفر ال 14 هزيد. والزياده هنا بتتحسب بقى على اساس انت ايه بتعمل ايه في خلال الاسبوع. يعني انا مثلا راجل بتمرن ودخلت في الاسبوع ده 16,000 كالوري، ال 16 دول من ضمنهم بروتين زياده او في بروتين كفايه وفي نسبه كارب برضو كفايه، فاوريدي هجين عضلات وهجين برضو معاها نسبه فات. تمام، لان اوريدي هجين الاثنين، بس ايه الاولويه بنديها لحته الايه العضلات. لو انا قللت الكالوريز بتاعتي بس عملت كات كبير قوي من الكارب، هخس برضو فات وهخس برضو عضلات. بس الفكرة ان النسبة ما بين الفات والعضلات هتبقى اللي هو ايه الاولوية لايه للدهون، ان انا اوريدي استهلكت الكالوريز بتاعتي من الدهون اللي موجودة. وبرضو لازم يعني والله انت لو بتاخد ايه هتقل برضو عضلات، لازم تقع عضلات، ما فيهاش مفر هي. فدي الحتة اللي هي بتاعت ايه، ان اوزان تقيله بتضخم وعدات كتيره بتخسس والكلام ده. طيب حاجه كمان خلينا كده نقول بالبلدي كده، ان في ناس مقتنعه ان الجيم او الحديد او النيوتريشن او اي حاجه احنا بنتكلم فيها ان دي للعيبه كمال اجسام بس، يعني اللي هو لحد عايز يخش بطولات كمال اجسام بس، ان هو ما ينفعش مثلا لاعب كوره يتمرن جيم، اصل لو اتمرن جيم وعضلاته زادت مش هيعرف يجري. طب الكلام ده ايه؟ هل الكلام ده حقيقي؟ طيب هو الفكرة اللي احنا بناخد الجيم او بنستهدف الجيم في ايه يعني؟ انا زي لاعب كورة مثلا يجي الجيم فهو هيزيد عضلات، ده الكلب. بص يا جماعة ده مجننا. طبعا انتوا مش شايفين اللي بيحصل، قاعد بياكل في رجلي من اول التصوير. طيب في الاول برضو عشان نعيد الكلام تاني، الجيم دوت ممكن استفاد منه ايه وايه اللي ممكن يضرني. طيب انا هعتبر باعتبارا ان انا لاعب كوره، الجيم ممكن هيفيدني في ايه، وممكن هل فعلا هيخليني بطيء ولا مش هيخليني بطيء. لا، الجيم مش هيخليك بطيء، اللي هيخليك بطيء ان انت تأثر في تمرينك. يعني انت تاخد الجيم وتبتدي تأثر على تمرين الفانكشن بتاعتك. طيب دي نقطة. طب هل الجيم اللي انا اخش ان انا العب كورة ان انا اتمرن جيم التشيست بقى وشولدر والكلام ده بيبقى نسبة صغيرة، يعني مش بيتقال اصلا مش لاعب كمال اجسام، فهو هدفه من الجيم ان هو ينمي السبيد، ينمي الباور، او ممكن كمان اللي هو مش محتاج كل ده. مثلا لو انا مثلا لو لاعب كورة، انا كل اللي هبقى محتاجه ان انا اوريدي عندي ماسلز
نسبة او الانديورنس بتاعها عالي جدا، او قوة التحمل بتاعتها عالية قوي، علشان خاطر تخليني اجري الساعة ونص دول او الساعة الا ربع مثلا في الشوط ده، ان انا هفضل بجري مستمر. فانا محتاج قوة تحمل كبيرة. فانا هعمل ايه؟ فانا هشتغل على حتة قوة التحمل، مش محتاج ان انا اشتغل مثلا على حتة السترينث، او مش محتاج ان انا اشتغل على حتة مثلا الموضوع ده شويه بقى في ابحاث شويه غيرت يعني بقت. انا ده وجهة نظري. طيب انا هقول لك على بيزد برضه، بيزد على علم برضه، فاهم؟ مش اللي هو يعني مش جهجهوني. طيب النقطه دي لا هو في ابحاث علميه اثبتت، جابوا لعيبه الماراثون. اللعيبه الماراثون ديت بقى طبعا اللي بيجروا 42 كيلو، يعني اكتر من لعيبه الكوره بكتير جدا، بكتير بمراحل تمام. ممكن لعيب الكوره يبقى خارب الدنيا في الملعب يجري مثلا 15 كيلو، تمام. وممكن ده جامد قوي مثلا 17 كيلو، دول بيجروا 42 كيلو. طيب عملوا جابوا نخبة من اللعيبة، عملوا معسكر تدريبي كان تقريبا من شهر ونص. المعسكر دوت عملوا لهم، غيروا لهم اسلوب التمرين ودخلوا معاهم الاسترنث في التمرين. في البروجرام بتاعهم بقى يدخلوا تمارين قوة وتمارين الباور. شغلوا الفترة ديت اللي عملوها الشهر ونص دي، وابتدي يحطوهم تحت مقاييس او مقدار مقاييس. لا يقيسوا يعني اللي حصل ده ايه، ارقامهم كانت عاملة ازاي ودلوقتي ارقامهم بقت عاملة ازاي. لقوا ان الاسترنث اللي هم اكتسبوه زود لهم في الانديورنس بطريقة غريبة. يعني المستوى بتاعهم اللعيبة عالي جدا، ان بقت لعيبة خطوتهم على الارض او على التراك بقت اخف، ان القوة بقت اعلى، وبقوا ارقامهم زادت. يعني ارقامهم زاد دي اللي هو ايه، رقمه بيقل. بس هل حقيقي ان مثلا ان كل ما الاسترنس بتزيد، او كل ما مثلا ما القوة بتاعتك بتزيد قوة التحمل بتاعتك بتقل؟ علاقة طردية ما بينها ان هي مثلا انا دلوقتي راجل مثلا قوي، فانا قادر ان انا اعمل مثلا في الجيم 8 عدات بايسبس بوزن عالي جدا، تمام، بس ما اقدرش اعمل 15 او 20 او 25 عدة مثلا بوزن متوسط. مش هقدر اجيب الرقم ده. فهل كل ما انا قادر، انا قوي جدا في ال8 عدات دول، تمام. وبرضو في حتة تانية سمعتها اللي هي برضو الماسل فايبرز هي اللي بتحدد، يعني الماسل فايبرز هي اللي بتحدد انا قادر اعمل ايه بالعضلة دي. يعني مثلا البايسبس معظم الفايبرز اللي فيها وايت فايبرز. انا عملت برضو فيديو عن الوايت فايبرز والريد فايبرز، ادخل شوفه واسيبهولك في الاي اللي فوق، تقريبا هتبقى هنا او هنا مش فاكر، بس هتبقى هنا. المهم يعني هيعرفك الفرق ما بين الفايبرز. فالفايبرز برضو هي اللي ليها تحديد او بتحدد العضله دي هتعمل ايه. هي كل عضله فيها النوعين ده باختصار، كل عضله فيها النوعين، فيها الوايت وفيها الريد، تمام. بس بتبقى يعني ربنا خلقها بنسبه وتناسب، بمعنى ان مثلا سمانتي شغال على طول، فانا راجل بمشي على طول، فانا محتاج ريد فايبرز عشان خاطر بتديني الانديورنس بتاعها عالي، فاهم؟ يعني مش بتتعب بسرعه. الوايت فايبرز بتبقى هي مش وايت بنسبه كبيره، احنا بنقول وايت لان بتبقى ايه، الشعيرات الدمويه فيها بتبقى ايه، اقل شويه، بس عندها قوه والالياف بتاعتها اكبر من الريد فايبرز، فبتخليك تشيل اوزان اعلى. يعني مثلا كل حته طبعا في جسمك بقى هي مسؤوله عن الحته دي. يعني مثلا زي العضلات الناصبه للعمود الفقري اللي هي الريكتورسبايني. الريكتورسبايني طبعا ما ينفعش ان هي كلها تبقى وايت، هتعب، هعمل كده خلاص مش قادر، هي مش شغاله. لكن طول ما انا عامل كده هي شغاله معايا طول اليوم وصلبه ظهري طول اليوم، فبتبقى نسبتها حته ايه، الريد دي بتبقى زياده. لكن التمارين والحاجات اللي احنا بنقولها دي هي دي اللي بتخلي ان احنا التمرين ده هو اللي بقى اللي بيشغل العضله دي، يخلينا استغل الفايبرز اللي جوه العضلات، يخلينا استغلها في حته ان انا عايز اعلي فيها الانديورنس، صح، وحته الوايت فايبرز اللي هي حته بقى السترينث والباور والقوه، وان انا اشيل اوزان تقيله، فاهم؟ التجربه دي بقى هل فعلا لو انا اشتغلت على نوع فايبرز واحد بس هيأثر على النوع التاني؟ مش هنقول هيأثر، هو فكرة طيب. ان انا اتعودت، الجسمك بيتعود، انت بتحطه تحت ريزيستنس او تحت مقاومة معينة هو بيتعود عليها. بالظبط. انا اصبح ان انا لعبت
ب8 عدات زي ما قلت، بوزن وهقدر كتير. انا اجيب مثلا بوزن اقل 25 عده، هيبقوا في الاول صعبين جدا ان انا مش معود الفايبرز عليهم. العضلات حصل لها ادابتيشن، تكيف او بالظبط. على الحمل ده، فهي متعوده على ده، فابتدي ان انا اغير لها الحاجه هتتعبك شويه. بس انت كده كده عندك العنصر الاساسي اللي هو السترينث دوت هيخليك مظبوط. تقدر توصل لده، بس هتتعب عشان العضله مش متعوده. طيب النقطه اللي نتكلم فيها كابتن محمد، طبعا الريد فايبرز واللايت فايبرز هي في عضلات في جسمك اللي مسؤوله عن التوازن. يعني ايه مسؤوله عن التوازن؟ هي مسؤوله عن توازن جسمك وانت واقف. دي عضلات شغاله طول الوقت. يعني عندك الكوادريسبس ما بتفصلش. ما بتفصلش. بتفصلش. الكوادريسبس دي انت لو جيت ترمي نفسك لورا هتلاقي الكوادريسبس بيشدك لقدام. تبتدي مثلا ترمي ظهرك لقدام هتلاقي اللور باك بيشدك لورا. الابر ترابيزيوس انت لو هي مش مشدوده هتلاقي رقبتك وقعت منك. يعني هي عضلات هي لازم تكون شغاله. دي عضلات انديورنس، فبتبقى الفايبرز كلها الاغلبيه زي ما قال كابتن محمد تبقى ريد فايبرز. في عضلات تانية، في ناس تانية بيبقى عندها الريد فايبرز اعلى، بتبقى ناس رفيعه خالص ديت. دي بتبقى بنسبه كبيره من باب الخبره ان بتبقى بنسبه كبيره ديت الناس دي بتبقى عندها ريد فايبرز، بيحبوا يجروا مسافات طويله بس مش سريعه بس قوي. هي بتختلف، خلي بالك اللي انا برضو في حته برضو ممكن اختلف معاك فيها بس مش قوي، ان هي بتختلف من بني ادم لبني ادم. بمعنى ايه؟ طبيعي. إن خلينا ناخد مثلا البايسبس كمثال. ممكن انا اكون بلعب بايسبس بوزن مثلا 15 كيلو، بجيب بيه 8 عدات والبايسبس عندي بتكبر جدا. تمام. ممكن احمد عصام يعمل نفس الموضوع وما تكبرش، الالياف بتاعتها ما كبرتش، العضله ما كبرتش، ما نضجتش، ما بقاش فيه. طب ليه؟ لان ممكن يكون عنده هو نسبه الريد فايبرز اصلا في البايسبس اعلى. ده هي بتبقى على حسب برضه حته الجيناتكس او حسب حته جيناتك انت، ان هي كل عضله فيها نوعين، بس النسبه اللي عندي مش نفس النسبه اللي عند احمد عصام، مش نفس النسبه اللي عندك. فاهم؟ كل حاجه بتبقى بنسبه وتناسب على حسب برضه جيناتك انت. فاهم؟ وفي نقطه برضه عايزين نقولها زي ما قال كابتن محمد، قال لك الوايت فايبرز بتبقى حجمها اكبر كتير. فانا ليه قلت الرفيع؟ قلت ليه وتبقى اكبر. لا هو لو احنا بصينا بشكل عام هو تلاقيه رفيع بشكل عام لو انت ركزت معاهم، عشان شغلي كله معظمه اثليت. انا بحب اشتغل معاهم، فانا بقول لك النقطه دي من ناحيه الخبره. ايوه بالظبط. تمام. هتلاقي الاثليت هتلاقيه بيحب يجري في الملعب بشكل طويل، ومشكلته الرفيع ده بيبتدي ان هو عشان يفتح سبرنت ويكون سريع بياخد وقت عشان يجمع باور، ان هو يبتدي يمشي بسرعه. بتبقى الموضوع الانديورنس هتلاقيه طبعا يفضل ممكن يلحسني التراب وراه لكن في سبرنت انا ممكن اسابق مع انه اتقل، بس مثلا في 50 متر ولا حاجه 60 متر انا سابقه، انا عندي كتله عضليه وعندي الوايت فايبرز اكبر، حاجه اكسكلوزيف باور بقى واي تي بي ده شغل. فده بتبقى فيه الفروق فرديه في النقطه دي. مش عايزين يعني نروح في السياق ده. خلينا الاي تي بي ده في فيديو بقى تاني. يعني نتكلم بقى في الحته دي في فيديو تاني. يعني لو بصينا الناس بتاعت الباور ليفتنج هنلاقي يعني الناس اللي هي الاقوى راجل في العالم يشيل اوزان غريبه، هتلاقيه مثلا هو البار تحس ان البار صغير جنبيه وتلاقيه قد كده فهو يعني تلاقي حجمه كبير عشان هو عنده وايت فايبرز ديت. الخاصيه بتاعت الوايت فايبرز اللي هي السترينث والسبيد، يعني تديك سرعه وتديك قوه. بالظبط. الريد فايبرز ايقاع عضلي بطيء طويل المدى. تخليك بقى ان انت ما تفصلش منك بسهوله يعني. بالظبط. تديك على طول ده انت تخليك مكمل دايما. دي من ناحيه لعيبه الكوره وانت جاي الجيم برضو تعمل ايه، فاتكلمنا وايه ورحنا ايه في حته تاني. ايه الفرق بين البار الامامي والبار الخلفي؟ ايه الفرق بين السحب العالي مش عارف ايه الامامي والخلف؟ طيب خلينا نتكلم انت بتلعب صح ولا بتلعب غلط. بالظبط. هي المبدا المفروض نفهمه، يعني صح ليه والغلط غلط ليه. الصح عندي ممكن يكون غلط عند غيري، تمام، والصح عند غيري ممكن يكون غلط عندي. يعني نسبة الصح والغلط هي نسبية مش حاجة قاعدة ثابتة. هتلاقي لعيب الاولمبيك ويت ليفتنج هتلاقي هو بيشتغل بينزل سكوات فول سكوات، بينزل جاب اخره ويطلع وشايل وزن تقيل جدا. انت ممكن تنزل نفس النزله تطلع برباط صليبي او تطلع بانزلاق غضروفي. الفروق في فروق فرديه، يعني نسبه الصح والغلط نسبي. ممكن يكون عندك واحد رافع اثقال فعلا هو نازل عندك الجيم، فانت هتشوفه ده تقول ده بيلعب غلط، مع ان هو بطل اولمبي وتلاقيه بطل عالم وانت على الله حكايتك فتيجي تقول له ده بيلعب طب مع صاحبك كده تتريق عليه ده بيلعب غلط. فلا يعني مش كده. زي رامي، شفت رامي؟ شفت اللي هي بتاعت خفف والعب صح.
خفف ولا الصح. لا في واحد متخلف قال لك رامي ده ضيع نفسه، ده جاب لنفسه عشان بيشيل تقيل، والله بيتكلم بجد. بيتكلم بجد، بيقول لك يا ابني انت تيجي ايه في رامي صباح الفل، يعني اللي هو انت قعدت سنين ضوئيه مش هتعرف توصل لرامي فعلا، ده بجد. رامي طفره، رامي طفره، فاللي هو جاب ضمور لعضلات الظهر عشان بيشيل اوزان تقيله. ضمور لعضلات الظهر؟ والله بجد حصل والله. لا اله الا الله. والله بجد حصل. لا الناس اللي انا هوريك الاصابه، فكره ان الاصابه ده تبقى واحد طبيعي انه يتصاب، واحد بيتمرن واحد بيتصاب، بس فكره ان هو بس قال حصل له الفكره برضه عايز اوضح للناس حاجه برضه لازم يفهموها. هقول لك انا شغال الاثليت او اللي هو بيلعب لعبه ومحترف فيها، ما بيتقاسش نفس مقياس اللي داخل جيم يتمرن. بيج رامي ده اثليت، ده شخص رياضي بحت، اللي يعني الحاجات اللي بيقع عليها والحاجات اللي هي بيشتغلها ما ينفعش تقارنها بواحد زيك ولا واحد زيي، ولا حتى مستوى الاكل ولا التغذيه ولا اي حاجه، ولا حتى مستوى المنشطات اساسا، يعني فاهم، ملهاش اي علاقه خالص. يعني كل حاجه هو بيعملها اوعى تاخدها مقياس لنفسك، ده يعني انت كده بتظلم نفسك، انت كده بتظلم نفسك ماديا وعضليا ونفسيا، كل حاجه. انت داخل في سكه تانية خالص. هو جيناتكس اصلا مش، ولا تاخد تمرينه تتمرنها. يعني نفسي بشوف ناس كتير قوي بتشوف تمرينه وتنزل تنفذ التمرينه، هاخد التمرينه دي، شفت واحد منزلها بالظبط. هو التمرينه دي لايه يعني؟ هو فكره انا بحط البروجرام ليه يعني؟ على الويكنس اللي عندي، يعني الويكنس نقطه الضعف اللي عندي ايه، هو عنده نقطه ضعف مش عندك انت محتاج تعمل عضله، لكن هو الراجل اوريدي عامل عضله وبيطور من نقط الضعف اللي عنده. يعني مثلا ممكن يكون عنده عضله الشيست ما شاء الله ملهاش حل، بس مثلا عايز يظبط شويه الانكلاين مثلا، انا بدي مثال بس. هو رامي ما شاء الله بالنسبه لي يعني حاجه جميله جدا. مثلا عنده الترايسبس عايز يشتغل عليها شويه، فهو اوريدي في تمرين مثلا الدراع مزود مثلا تمارين عن الترايسبس مثلا، فاهم قصدي؟ كل واحد كده. مثلا انا كشخص، بس مش بقارن نفسي يعني بحد، بس عندي مثلا عضل موجود بس محتاج يتطور في حتت معينه، اللي هو هشد مثلا على الشيست شويه، هشد على ده هدفك اللي انت عايز تطور نفسك، بس ممكن يكون جسمك انت قصاد حد تاني هو حلم. يعني هو بالظبط الموضوع برضو هو انا عايز ايه يعني، نسبه وتناسب بالظبط. فانا عشان نبتدي فكره الصح والغلط برضو نرجع عليها تاني، هي فكرة نسبية، وكل ما انت هتدرك يبقى عندك علم اكتر، كل ما انت هتشخص على واحد وتقول دوت غلط او صح قلت. بالظبط. يعني كل ما انت بتفهم اكتر، كل ما انت هتدي التمرين دوت. طب ممكن بيلعبوا عشان كذا او بيعمل كذا عشان كذا، ممكن بيلعبوا عشان كذا. فانت بتوصل لمرحلة اللي انت بتبتدي مش باصص ان التمرين ديت عشان تمرين جيم فهي المفروض تلعب كده، فهو ما لعبهاش كده فهو بيلعب غلط. لا، هي الموضوع مش كده تماما. الموضوع كل ما انت طورت من نفسك وطول ما انت ابتديت تفهم اكتر. خلي بالك زمان اول ما دخلت الجيم وقبل ما اخد مثلا الكورس اللي خدته، انا كنت شايف ان في حاجات كتيره غلط. يعني مثلا اللي هو ما ينفعش تلعب سمانه مع شيست، لا ينفع يا عم. ليه؟ عضله القلب هتقول لك لا الدم مش هضخه لتحت، هتضخه عادي، فاهم؟ مثلا يعني في بجد في حاجات كنت بطن مع الظهر عشان طب ليه اللي ما العب عادي؟ ايه المشكله يعني؟ ايه المشكله؟ ما ينفعش. لا كان هو برضو كان يقول لك ما تلعبش القطنيه مع البطن. طب ليه؟ يقول لك وما ينفعش تجمع ليه؟ ما ينفعش تلعب كيبل عشان انت عضلتك صغيره، فانت هتجمع ايه؟ انت عندك حاجه تجمعها. والله هو هتفتح. كانش بيقول لك كده، يقول لك هتفتح ايه؟ تلعب تفتيح على ايه؟ ما انت تجمع الاول. جمع الاول ايه وفتح ايه اصلا؟ ده صباح الفل يا عم. انت ده تمرين لازم اعمله، وده تمرين لازم اعمله. فهو كل ما الواحد كان عنده قدر العلم اقل. الفرق ما بين الفلايز والبريسز يعني هي اصلا هي الحاجتين نفس التمرين، نفس كل حاجه، بس الفكره في ايه؟ ان الفلايز بتعمل ايزوليشن اكتر، تمام، من البريسز بتشغل معاك بقى ترايسبس، بتشغل معاك كتف مثلا، ممكن جانبي وامامي كمان، الاثنين بيشتغلوا في الحته دي، ان هي بس يعني بتبقى الجانبي بنسبه صغيره قوي قوي قوي. لكن الفلايز بتعمل ايزوليشن كامل للشيست، بالتارجت بس الشيست، ما بيعملش اي حاجه تاني. في طبعا عضلات بتستميليت وانت شغال بتعمل التمرينه، بس مش بنفس القدره زي مثلا ما انت بتلعب بار مثلا فلات. فالموضوع طب بمناسبه البار، ما تقول لنا كده ايه الفرق ما بين البار والدمبل؟ انا شايف ان هما الاثنين واحد، بس في ناس على فكره مش عارفه الفرق ما بينهم. يعني ده بالنسبه لي الحاجات دي بالنسبه لي انا وانت بيزكس، بس في فعلا ناس بتبقى لسه داخله الجيم مش عارفه ايه الفرق بين البار والدمبل. يقول لك انا هلعب مثلا تجميع وهلعب بالبار، ما ده بريسز وده بريسز. ما تقول لنا بقى انت ايه الدنيا؟ تمام.
البار والدمبل. طيب نقول بس الفكرة وانت بتقيس التمرين ازاي. هو انت بتقيس التمرين على الجوينت اللي شغال والمدى الحركي اللي شغال فيه. لو لقينا الدمبل هتلاقي نفسك بتوصل من هنا وتبتدي توصل لحد هنا. البار انت محكوم بزاوية معينة بنزل فيها واطلع فيها، ما بقفلش يعني ما بخشش كده اكتر. تمام. اوفر اول الاثنين هيعملوا عضلات. الاثنين واحد بس انا ممكن اكون بفضل الدمبل اكتر من البار، وفي ناس عندي عكس. النقطة دي بتبقى شوية نسبية يعني الحاجات الطفيفة دي بتبقى واحد بيلعب بطولة بياخد سترويد بياكل اكل كتير بياخد سبلمنت كتير بالزبط. فهو عنده نقطة ضعف في حتة معينة فيبتدي يلعب الزاوية دي عشان الفايبرز في الحتة ديت قليلة سنة فانا عايز ازودها في الجزء ده بالظبط. فهو في برضه على فكرة الدمبل برضه بيعمل فكرة ان الدمبل بيخليك ماسك في يعني انت ماسك دمبل في ايد واحدة بتخلي ان الحمل ما يبقاش متوزع على الطرفين او على دراع مثلا واحد. فاهم؟ انت ماسك الدمبل في ايد فالحمل كله بتاع الدمبل على نفس الايد دي على الجزء ده من العضلات اللي في الناحيه دي. بكتير من البار. بالظبط. اصعب بكتير من البار. ممكن لو انت عندك جزء مثلا اليمين اقوى من الشمال يعني البار تحس ان في جزء عندك في جسمك بيشيل اكتر من التاني. ده طبيعي، ده بتحصل لان اصلا هو لو يعني اصابات البار ركزت فيها كده هتلاقي اصابات البار مشكلتها انه بيحط يا اما مش مسخن كويس حط وزن تقيل يا اما حط وزن تقيل ومش قده. لكن الدمبل بيبقى مشكلته ممكن الوزن مش تقيل زي البار بس مشكلته ان هو مركز قوي في الوزن ووضعه مش مركز فيه فيبتدي الدمبل يروح في حته ممكن يخليه كتفه بالظبط. بس الفكره ان برضه مش حر زي الحر مش زي البار. برضه عضلات يا احمد كتير ان هو طبعا بيشتغل عضلات عشان شغال بالانس. طيب بالظبط. شغال بالانس على عكس مثلا ما انت بتخش بالبار على السميث. لا ما السميث انت ما بتعملش حاجه. انت هو ثابت هو بار وثابت ومدى حركي ثابت يعني ما ينفعش تروح قدام ولا ورا. هو مثبتك اصلا فهو برضو بيعمل ايزوليشن حلو للحاجات بس مش كل حاجه برضو تلعبها على سميث. هو ده يعني خلي بالك حوار برضو الاجهزه والفري ويت الفكره كلها منها ايزوليشن للعضله وفي نفس الوقت السيفتي سلامه اكتر من حته الاصابات. وعايز اتكلم في نقطه الرياضه بشكل عام يعني ان بنتكلم كرياضه برضو الموضوع انسان طبيعي مش شرط ان انت حد بودي بيلدر يعني ده قصه تانية خالص. الفرق في او الافضل في التمرين طبعا الفري ويت افضل من الماشين بكتير. عشان بيشغل ليه بقى؟ قول لي ليه يعني بيشغل اكتر من عنصر في اداء التمرين يعني انت دلوقتي بتتمرن فبيشغل البالانس اللي انت متحكم بالوزن خايف لا يروح يمين وشمال فانت متحكم بيه مديله اداء حركي معين بتشتغله. مظبوط. فدلوقتي التطور او بره طريقه تمرينهم او طريقه الناس بتبتدي يتجهوا في ايه. الناس الرياضيين اللي عايزين صحه عايزين رياضه مش بيلعبوا كمال اجسام بيبتدوا يخشوا في الفانكشن تريننج. الفانكشن هو تعريف الفانكشن تريننج. لنا ايه حوار الفانكشن ده؟ انت عشان جيت سالتك في مره انت بتتمرن ايه دلوقتي بتاعي انا بتمرن فانكشن تريننج حسستني ان انا جاهل. فاهم؟ قول لي بقى ايه قول لي ايه موضوع الفانكشن تريننج ده؟ انا اوريدي عندي باك جراوند كويسه جدا بس انا عايز بقى ايه انت اوضح الموضوع للفانكشن تريننج. الفانكشن تريننج او مفهوم الفانكشن تريننج انا بشغل اكتر من عضله في اداء وظيفي واحد يعني انا بعمل عضلات كتير شغاله في تمرين. تمام. بيبقى على حسب صعوبتها على حسب ما انا بعمل التمرين في اني اتجاه. الجسم بتقسم في الفانكشن اتجاهات مختلفه فانا على حسب الاتجاه والاكسرسايز اللي بعمله بحط يعني التمرين. بس بلاش نصعب الموضوع عليكم. بتارجت مثلا جزء معين من العضلات اللي انت هتارجتها النهارده في التمرينه دي يعني ممكن مثلا تمرينك في ناس انا شفتها بتعمل فانكشن تريننج بس طبعا بطريقه مختلفه. ممكن تلاقيه مثلا بيعمل بانشز مع فلايز مثلا. ما هو ده شغل فانكشن. ممكن تلاقيه مثلا بيعمل ده دخل جزء الجيم يعني هو داخل الفانكشن ممكن تدخله في الجيم. الفانكشن ممكن تشغله بودي ويت. الفانكشن ممكن تشغله بودي ويت وتولز يعني شغال ممكن كاتل بيل ممكن شغال على البوكس ممكن شغال باي حاجه تاني. هو الهدف منه ان هو بيشغل اكتر من عنصر بيشغل لك البالانس بيشغل كونديشننج بيشغل السبيد بيشغل انديورنس بيشغل سترينث يعني بيشغل ده رياضه بشكل عام. الفانكشن بيديك عناصر لياقه بدنيه يعني تقريبا كلها يعني انت بتبقى عندك في الجري هتجري بسرعه في الشيل هتقدر تشيل اوزان في البالانس عندك بالانس في التوافق عندك توافق بيبقى بيديك اكتر من حاجه ودوت حاجه صحيه
بخلاف الجيم، بخلاف ان انت عايز تعمل عضلات بس. باختلاف الناس او باختلاف الجول بتاعك، بس هو كله بيبقى متجه ان هو يشتغل بالرياضه بشكل عام. بخلاف الجيم انت جاي عشان تطلع عضلات بس تعالى هات واحد بتاع عضلات، تعالى اقول له اجري معايا 100 متر كده، هتجيبه من على الارض بالظبط. مش قادر ومش قادر يعمل اي حاجه. طب تعالى خش لي جامبنج جاكس مثلا، طب بيربيز، اي حاجه مش هتلاقي يكمل معاك، ومش هتلاقي الاداء الحركي بتاعه، مفيش تناغم حركي، ان هو ما عندوش المهاره بتاعت الكونديشننج، مفيش توافق. هو بس بيروح او بيتمرن علشان خاطر هيشيل شكل عضله، هو هيشيل، تقول له تعالى شيل هيشيل، بيرسم شكل عضله وهيشيل معاك عادي. بس اي حاجه تاني ما هتخش في عناصر تانية. معظم الناس دلوقتي اللي انا بشوفهم بيتجهوا مش لحته اللي هو عايز هو كل الناس بتبقى هدفها ان هو 6 باكس وكونديشننج وبتاع مش عارف ايه والكلام ده كله، بس هو بيبقى باصص اكتر في حته ان هو محتاج يبقى بيعرف يجري كويس، يطلع سلم بتاع، يشيل مش عارف اللي هي الحاجات اللي هي الطبيعيه اللي في يومه دي، فاهم؟ اللي هي ما هو يعني انا معاك كده جدا. هو برضو فكره في ناس ما بتبقاش ما قلتهاش هو هدف الفانكشن ان هو يديك الاداءات الوظيفيه خلال يومك بطريقه ابسط. بالظبط، ان انت هو ده النقطه برضه انا ما قلتهاش، كويس كابتن محمد قالها، ان انت مش محتاج بقى ان انت فاهم يعني الجيم مش هيعمل لك كل حاجه. انت مثلا يعني انت مش جاي الجيم مثلا انا اعرف اتعامل في يومي مثلا مع اطفالي، مع هشيل ابني ازاي، هعمل ازاي. الفانكشن بيخليك تدي اداءات حركيه مختلفه مشابهه طريقه عيشتك وعلى حسب مستواك. يعني انت في ناس بتبقى شويه بيجنر، فبيبقى ليهم تمارين شويه مبسطه على شبه اوضاع كده بتبقى خلال يومك انت بتعملها. بالظبط. الناس تانية مختلفة تماما في الموضوع، بيبقى ناس اثليت بيبتدي يخش الموضوع بريزيستنس. هل بقى الفانكشن تريننج بيعالج مثلا مشاكل في الجسم ممكن تبقى عندي؟ يعني مثلا اللي هو حد مثلا عنده مشكلة وليكن في الرابعة والخامسة، عارفها اللي هي النقطة دي. يعني خلينا شوية، انا كان عندي اصابة برضو هتكلم متعالجت بالفانكشن، بس طبعا مش الرابعة والخامسة بتبقى ليه طبعا معاك دكتور علاج طبيعي بيشتغل معاك في الاول، بتعدي مراحل، الدكتور علاج طبيعي بتعديه، بعد كده دكتور تأهيل او مدرب تأهيل، بتخلص الفتره بتاعت التأهيل ديت وبتبتدي بعد كده تخش على التمارين موجهه، يعني تمارين تبقى محطوط ليها الاحتياطات ان انت عندك مشكله. بالظبط. طيب اتكلمنا على العلاج بقى. العلاج ده انا كان عندي عشان نسيت، كان عندي مشكله في الجوينت بتاع الحوض، في الهيب بتاعي كان في عندي انموبيليتي، الجوينت كان جت اتصبت فيه فحصل فيه انموبيليتي. قعدت فتره طويله بتمرن جيم وبحاول امشي الاصابه ما خفتش. طيب اعتمد يعني حريه حركه المفصل. هو الموبيليتي هو حريه حركه المفصل كانت مقيده، يعني ما كنتش بحس ان انا بقدر احرك المفصل بشكل في كل اتجاهات مختلفه، او ما اقدرش احس ان الجوينت مكتوم كده مش مظبوط وبحس بالم وكده. ابتديت ان انا غيرت تمرين، ان انا عندي بطوله قريب، فابتديت انا بشتغل بقى فانكشن بقى، وابتدي اوجه تمرين في وضع تاني خالص. الفانكشن ده شغال في سبيد وشغال على الكور بتاعي وشغال على الهيب وشغال كده. بتفاجئ تمارين كنت ما بعرفش اتمرنها وانا بشيل الوزن في الجيم، لقيت ان انا قادر اشيل اضعاف اللي كنت بشيله، فلقيت الاصابه والجوينت بتاعي ابتدى ان هو اكتسب الموبيليتي او اكتسب حريه الحركه اكتر. لقيت الاصابه عندي خفت بشكل كبير. ان برضو التمارين دي بتبقى تمارين بلو ريزيستنس، بتبقى تمارين بتخلي الجسم والمفاصل تشتغل بحريه اكتر، فبتشغل اربطه مش شغاله وشغل عضلات مش شغاله زي الجيم. فبتبتدي الحاجات دي اللي بتسبورت الجوينت عندك، فبتخلي جسمك بشكل صحي اكتر. بالظبط. معظم تمارين الجيم بتبقى معتمده دايما على حته الايزوليشن، اللي هو انت دايما محتاج تعزل العضله اللي انت بتارجتها علشان خاطر تخليها تكبر، تخليها اليافه تبقى كويسه، شكلها حلو، تبقى مثلا لو انت بتتمرن تشيست يبقى تارجت الشكل اكتر ما بتارجت الحته بتاعت الفانكشن اللي انت هتعمل ايه في يومك. ما انا ممكن يكون يا فرحتي شكلي كويس وبتاع وجامد وكل حاجه، طب وطيت ظهري يا ظهري فاهم، عملت مش عارف ايه يا رجلي فاهم، اللي هو الحاجات دي. الفانكشن بقى بيعمل حاجات زي ما كابتن احمد اصلا بيخليك تتجنب الحاجات دي اصلا ان هي تحصل لك، لان انت بتبقى دايما مفاصلك حره، الليجامنتس والتندونز شغالين بشكل احسن، مش متأيدين بوزن، مش متأيدين بحاجه تقيله، مش محطوط عليهم ضغط ان هم بيحاولوا يسبورتوا العضلات وبتاع والحاجات دي، لا بتبقى
بتعرف تتعامل يعني فاهم، على عكس تمارين الجيم اللي هي عكس تمارين الجيم. الجيم بيديك ريزيستنس انت تطلع عضلات، لكن الفانكشن بيهيئ لك مفاصلك وبيعودها على اداءات حركيه وعضلات شغاله في الاداءات الحركيه ديت بطريقه صح، ولازم يكون معاك مدرب فيها في الاول. ان انت ممكن تشغل جسمك بشكل مش صح وانت عندك مشكله، فتسمع الكلام وتيجي تنفذ انت تطلع باصابه تقول لا دول انا اتصبت بسببهم. لا، الموضوع بيبقى ماشي ببروجرام، الموضوع بيبقى ماشي ستيب باي ستيب، الموضوع لازم بيبقى بصيغه علميه، ان الموضوع مش زي الجيم انا خدت تمرينه فهنفذها. بالظبط، يعني مثلا ما تروحش تفتح مثلا اليوتيوب تطلع منه تمرينه اللي هي بتاعه مثلا هشتغل فانكشن تريننج فكتبت فانكشن تريننج تلاقي تمارين فانا اروح انفذها وانا مش عارف دي بتاعه ايه. لا، لازم يكون معاك حد الاول مختص ان هو يوريك الدنيا فيها ايه، حتى يا سيدي لو هتبقى الفتره مثلا مؤقته، ان هو الراجل ده هيعلمك انت بتعمل ايه ويفهمك انت بتعمل ايه، عشان بعد كده تبقى انت لوحدك فاهم الدنيا وتتجنب حته الاصابات مثلا. ان برضو اي حاجه بتعملها في اي حاجه بيكون ليها ضرر وبيكون ليها نفع، فانت الكوتش بيوفر عليك حته ان انت تبقى تتضرر اكتر او ان انت تبقى فيه اصابات، لان هو بيوفر عليك كل ده وبيديك حته من العلم بتاعه اللي عنده، فانت استغل بقى الحته دي فاهم. او برضو في ناس برضو عندها مقدرتها الماديه برضو مش هتقدر ما تسمحش ان انت مدرب. هديك تيبس صغيره كده بس ده مش دلوقتي يعني، ده بفهمك يعني هفهمك ده عندنا تمام على القناه بتاعت احمد عصام يا جماعه، هيظهرها لكم بقى في الحته دي تقريبا. لا مش هو اللي يعمل مونتاج بقى، هو اللي يكسب. تمام. فبيبقى في تيبس معينه اللي انا ابتدي ازاي اشتغل، ابتدي ازاي اطور من نفسي. في الاخر خالص حته القناه دي انا هحط لكم اللينك بتاع القناه في الاخر خالص، اللينك بتاع القناه في الاخر. ماشي عشان الدنيا تبقى فاهم كده. ولو يعني هتلاقي اللينك في الديسكريبشن. احسن حاجه ان انا احط لك اللينك بتاع قناه احمد عصام في الديسكريبشن، خش على طول بقى ايه هتلاقيه بينزل تمارين في الجيم، تمارين للفانكشن تريننج، تمارين ممكن هيعمل كمان تمارين لحته الاصابات اكتر. صح، انت قلت لي عن الموضوع ده، انت بتاهيل مثلا ممكن تعمل ايه لو انت لوحدك في حته مثلا بره مصر ومفيش معاك كوتش او حاجه، ممكن عادي تخش تشوف التمارين اللي هو بيعملها دي وتبدا تطبقها على نفسك بالشكل اللي موجود في الفيديو فاهم، هيفيدك جدا يعني. فهسيب لك اللينك بتاع كابتن احمد عصام في الديسكريبشن تحت. وبقول لك احنا ما قلنالهمش يعملوا لايك وسبسكرايب لحد دلوقتي يا جدعان. لايك وسبسكرايب ده يعني ده حاجه وجيزه كده، لازم تعمل لايك وسبسكرايب. ده فيديو فاهم طويل جدا يعني وفي معلومات. انا شايفك اللي عامل مش سامعني، انت مكبر دماغك. انت شايفك يلا اعمل لايك يا عم وسبسكرايب، انجز عشان انت انا شايفك على فكره. انت يعني ايه قلت ايه ارجو ده فيديو وكده كده كلام مش ليا، لا كلام ليك انت. ايوه انت اللي عامل مش سامع. ايوه كده نبقى خلصنا بقى البودكاست بتاع النهارده. ان شاء الله اشوفكم بقى الحلقه الجايه مع ضيف جديد. وزي ما قلت لكم هسيب لكم قناه احمد عصام في الديسكريبشن تحت، بينزل تمارين حلوه جدا، خش شوفها هتستفاد جدا. وكان عايز اقول لكم حاجه بسرعه كده قبل ما يمشي. ان شاء الله الفتره اللي جايه هيبقى في تيبس كتير كده للتمرين في الجيم، سواء جيم عادي او سواء فانكشن تريننج. فيديوهات هيبقى الفيديو يكون مبسط سهل ان انت تفهم تعمل ايه او انت الخطوات المفروض تعملها، سواء تيجي الجيم او سواء انت هتتمرن تمارين فانكشن او انت لعيب مثلا اثليت وعايز تفيد نفسك من الناحيه ديت اللي مطلوب تعمله او المفروض تعمله. وبرضه هبقى في لو في اي حد عايز اي حاجه معينه مثلا يسال عليها يبعت لي مسج وانا هرد عليه ان شاء الله. ومبسوط ان انا كنت معاك يا كابتن محمد. يا باشا يا نهار ابيض، ده انت نورتني والله العظيم. يعني ده عايز اقول لك الاستوديو كله نور والله. انت مش شايف انا جامد نودي هنا بنصرف جامد ما تقلقش، ولسه في مونتاج وبتاع، فدي الليله كبيره يعني. اول حلقه يا باشا ان شاء الله، مش اخر حلقه يا دكتور ان شاء الله. ان شاء الله. شو بقى تعملوا لايك وسبسكرايب للفيديو ده، واعمل سبسكرايب لقناه احمد عصام هتلاقيها تحت في الديسكريبشن. وبس كده، نشوفكم بقى ان شاء الله في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. سلام.